أهلا وسهلا بكم مستمعينا ركاب أتوبيس 6. معاكم حاتم فرحات من محطة أيامنا الحلوة. مستمعينا ركاب أتوبيس 6 في محطة أيامنا الحلوة، عايزكم تروقوا لي دماغكم وتدوني ودانكم علشان هنفتكر مع بعض أحلى أيام في الدنيا كنا عايشين فيها أو حتى سمعنا أو قرينا عنها. ركاب أتوبيس 6 اللي منكم من جيل السبعينات والثمانينات والتسعينات ولحد الألفينات هنرجع بالذاكرة ورا شوية كده ونستعد. فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل عشان نبدأ الرحلة. استنونا، ما تغيروش المحطة. ورجعنا لكم بعد الفاصل. معاكم حاتم فرحات من أتوبيس 6. أعزائي المستمعين، المحطة بتاعتنا النهاردة قديمة شوية، يعني بقالها 20 سنة أو أكتر. كان فيها أيام حلوة كتير بنبدأ يومنا فيها بكل هدوء وراحة بال على صوت المنبه القديم بتاع زمان أبو زنبلك ده، وكنا بنقوم الصبح بدري على صوت صياح الديك أو هديل الحمام بتاعنا أو بتاع الجيران، أو حتى على صوت الراديو وهو بأعلى صوته بيقول هنا القاهرة. ونسمع أحلى برامج على الراديو زي حدوتة أبلة فضيلة أو برنامج كلمتين وبس بتاع القدير فؤاد المهندس الله يرحمه. وتقوم الأسرة بكل حب وود يصبحوا على بعضهم وش الوش قبل ما كل واحد فيهم يقصد وجه كريم ويشوف مصلحته، اللي رايح مدرسته واللي متجه على شغله واللي نازلة تجيب طلبات البيت بتاعت اليوم. وأوام وكل واحد وهو ماشي في سكته معدي على عربية الفول بتاعت عم أحمد وياخد له شقتين الفول وشوية البدنجان المخلل بتوع الفطار ملفوفين في ورق كتب أو جرايد قديمة. ما كانش ساعتها في حاجة اسمها أكياس بلاستيك، والله. أو هتعدي على عم زكريا البقال وتاخد لك 2 رومي وواحد حلاوة بالقشطة وبرضه ملفوفين في نفس ورق الكتب والجرايد اللي عند عم أحمد بتاع الفول، مع كوباية الشاي أو حتى الشاي بلبن، وهيبقى أحلى فطار مع أحلى لمة، سواء كانت في الشغل أو المدرسة أو حتى الجامعة. ونبدأ اليوم. أما دلوقتي يا حضرات هنرجع مع بعض للواقع اللي احنا عايشينه، الواقع المرير الأكثر إرهاقا وأسرع إيقاعا، اللي أحيانا ما بنبقاش عارفين فيه اليوم بيبدأ إمتى وبينتهي إمتى، بغض النظر عن الوقت، سواء إحنا كنا الصبح أو بالليل. بس أيا كان، لو أنت بتبدأ يومك الصبح أو بتبدأه بالليل أو في نص اليوم حتى، بتبدأه بإنك بتصحى على جرس مزعج، بس المرة دي مش طالع من المنبه بتاع زمان أبو زنبلك ده، لا، المرة دي الصوت طالع من جهاز إلكتروني صغير كده شديد التعقيد اسمه الموبايل. أيوة، اللي حضرتك مش عارف وقت ما بيرن الجرس بتاعه علشان يصحيك موقعه فين بالظبط. هل هو واقع جنبك على السرير وانت عمال تقلب فيه طول الليل، طالع من الفيسبوك داخل على الانستجرام، ومن الانستجرام على السناب شات، ومن السناب شات على التيك توك لحد ما سقطت وراحت عليك نومة، ولا على كومودينو اللي جنبك؟ المهم، ايا كان مكانه، طبعا حضرتك بلمسة واحدة بتعمله غفوة، والغفوة تجيب غفوة وغفوتين و3، وينتهي الصراع بينك وبين الجهاز اللعين ده بإنك بتصحى بالسلامة بس مستعجل عشان راحت عليك نومة، أو هنقول عليها غفوة، وطبعا احنا قلنا السبب من شوية. وتبدأ رحلة أفراد الأسرة في الجري واللف حوالين بعضهم عشان كل واحد يلحق اللي وراه، ونشوف مين من الولاد هياخد الموبايل ومين هياخد التابلت وهو نازل. كل واحد ياخد طريقه، وهو ماشي في طريقه بيعدي على السريع كده على الميني ماركت عشان ياخد له كيكاية أو بتيهاية أو حتى السناكس بتاعه مع كنزة حاجة ساقعة عشان الفطار. لا ثواني كده، هو مش الكنز ده كان الذهب اللي في رواية علاء الدين والمصباح السحري؟
لا حضرتك، ده عبارة عن عبوة صفيح كده ملونة بيبقى شكلها حلو وفيها عصير أو مشروب غازي، وبيقولوا عليها كنز بتوع اليومين دول. وهنبدأ برضو يوم جديد بس بشكل مختلف، بإيقاع أسرع ومجهود ذهني أكبر واستمتاع أقل. أعزائي المستمعين ركاب أتوبيس 6، في نهاية حلقتنا النهاردة بنتمنى تكون محطتنا عجبتكم وفكرتكم بأيامنا الحلوة. استنونا المحطة اللي جاية ورحلة جديدة مع أتوبيس 6.